في ذهني اسم ابونا بشوي ده راجل كبير بتاع مش عارف ايه. بعد شويه دخل بيجري، كانت دي روحه وحياته، ما كانش بيمشي زي بقيه الناس. لقيت راجل بيجري كده صغير في حجمه وبيجري وكلم شويه عيال، والولاد قالوا لي ايه ده ابونا بشوي. رحت سلمت عليه وهو مستعجل، فقلت له ايه انا فلان. وقف سمعني، قلت له انا اتعينت هنا في كلية الهندسة، انا مش حد وعاوز. قال لي يا الف مبروك، وخدني بحضن كده حلو قوي قوي قوي. استعجبت ايه الراجل ده، يعني احنا مفيش بينا معرفة، عمري ما قابلته. يعني الامبريشن الاولاني ده خدني بحضن شديد وبفرح، وقال لي حلو قوي. قلت له طب انا يعني ماليش حته اسكن فيها. قال لي ايه كل الدنيا حتتك. استعجبت. وبعدين قلت له طب يعني هسكن فين؟ قال لي ما انت هتيجي امتى؟ قلت له هاجي في اول اكتوبر في بدايه الجامعه. قال لي خلاص. قلت له خلاص ايه يعني هسكن فين؟ قال لي انا رتب لك كل حاجه. وسالت بكام؟ قال لي يا راجل كام ايه؟ طب ده كل ده الموضوع كان ده يعني ايه موضوع رئيسي بالنسبه لواحد مبتدئ، واحنا عائلتنا فقراء. ترتيب الامر ده كان بالنسبه لي معضله يعني، فكانه شال من على راسي قال لي لا ما تفكرش في كده. قلت له طب بس اعرف. قال لي صدقني ما في، مش مشاكل دي. فخلاص خدت بعض ورجعت القاهره. وعلى اوائل اكتوبر، قبل اول اكتوبر بكم يوم، لميت شنطتي ورحت. وبعدين دورت عليه لقيته، فقال لي اهلا، فاكرني؟ احنا اتقابلنا 5 دقايق. فقال لي انت جيت؟ قلت له انا جيت. قال لي فين شنطتك؟ فين حاجتك؟ قلت له قال لي اروح هاتها. طب هسكن فين؟ قال لي تعالى.